في الفترة الأخيرة انتشرت عربيات البرجر، ورغم إنها قليلة جدا في المحلة فاحنا قررنا نجرب واحدة من عربيات البرجر دي. والعربية اللي احنا بنجربها دي بتعمل برجر على الفحم محشي جبنة وبتعمل فراخ، بالإضافة بقى للفرايز، وعندهم كمان 5 أنواع صوصات مختلفة. والعربية دي هي عربية فات برجر اللي موجودة في الشعبية قصاد ألبان الكابتن وجيم نمبر 1، وده كمان بقى المزلقان بتاع الشعبية. وفي ظهر العربية بقى في مكان كده ممكن تقعد فيه كام ترابيزة كده، وشكل البرجر بقى وهو بيتعمل قدامك كده، وشكل الجبنة وهي عمالة تنزل منه وهو بيستوي، وريحة الفحم كمان طالعة في البرجر بصراحة جامدة قوي. جربنا بقى من عندهم كام حاجة كده، واول حاجة هنجربها هو ساندوتش البرجر جوسي لوسي، وبيبقى عبارة بقى عن قطعة برجر كده محشية جبنة مع صوصات وكابوتشا وخيار مخلل وموتزاريلا ستيكس وصوص شيدر. زي ما انت شايف كده السندوتش باظظ كده من كل حتة. طعم البرجر بقى المحشي جبنة كده مع الصوصات كان طعمه جامد قوي، والجبنة الموتزاريلا ستيكس دي كان طعمها برضو جامد قوي زي ما انت شايف كده بتشد قدامك. والساندوتش ده معاه فرايز وسعره 75 جنيه، ومن احسن السندوتشات اللي احنا جربناها عندهم. نخش بقى على ساندوتش الفات برجر، بيبقى عبارة برضو عن قطعة برجر كده محشية جبنة وخيار مخلل وكابوتشا وبصل مكرمل وبيف بيكون كده معمول بطريقة مختلفة مدية طعم مختلف كده، وهو اسمه اصلا في المنيو ايطاليان جوب. والساندوتش ده متسمي باسم المكان، وفعلا يستاهل التسمية ده لان الساندوتش فعلا مختلف. والساندوتش ده مع فرايز سعره 80 جنيه. نخش بقى على ساندوتش الفراخ، والساندوتش ده اسمه سموكد هاوس، وبيبقى عبارة عن قطع صدور فراخ كريسبي وقطعة سموكد كده تركي وصوص شويدر وكابوتشا ومايونيز. والساندوتش ده سعره 75 جنيه وبينزل معاه فرايز. طعم الفراخ عندهم نظيفة قوي، وطعم السموكد تركي كده مع الفراخ مخليه الساندوتش ده جامد قوي. واخيرا بقى عايز اضيف ان طعم الصوصات اللي على الفرايز اللي عندهم بصراحة كانت جامدة قوي. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.